هذه في تونس. أنا راهو جايين قادمين على تصفية كأس عالم، تصفية كأس فريق مع منتخبات مرة هذيا ماهيش باش تكون سهل، خاطر التصنيف نتاعك بعد لي بريستاسيون هذوما باش يتيح على الاخر. باش ما تواجه انت. اي ما عادش تدبول الصنف الثاني باش تواجه منتخبات. فما منتخب قوي سور باش تواجهه. دونك يلزم نخمو في الحكاية هذيا مليح، وبالحق تكون قاعدة مع رونار اللي معناه كان يقنعوه انه يقعد يكون على الاقل من الحاجات بوزيتيف ونجاح. مروان اذا كان قعد ولا ما قعدش ينجم يحسب اذا كان قعد ساتومي بيان، خاطر عنده افكار وعنده الخبره كمام وعنده الموتيفاسيون. شكون ينجم يشارك في حتى حد معناها. اذا كان ما قعدش احنا راهو معنا من الكفاءات قبل كل شيء. احنا برونار والا مش رونار، احنا اول حاجه احنا كدوله لازمنا نحترموا رواحنا من خلال احترام الكفاءات نتاعنا. احنا عندنا برشا كفاءات ما شاء الله في تونس اللي تنجم وعندها دي بروجي تنجم تعاون كسوا الاداره الفنيه ولا النوادي ولا اللي هو سوف كو لازمنا نمنوا بالافكار نتاع الناس هذوم. احنا لتوا نستغرب ما ثماش ديبارتمون واضح، ديبارتمون اتليتيك، ديبارتمون ديسكاوتينغ داناليز، مش نحكي ديبارتمون بي سي واحد وديكوباج واحد، سي با سا راهو ناس غلطه. خاصة نحكيك على تحليل الأداء، وخاطر نمن برشا بتحليل الأداء. التوجه نتاعي صحيح توجه تدريبي، أما كتحليل أداء راهو من الأوائل في تونس اللي آمنت بالشيء هذا، خاصة في الحديقة باب الرجل هذه تونسي. راهو يعني عديد من المحاضرات عملت وجبت يعني ناس من أقوى ما فما على مستوى العالم اللي دخلوا البارك بي وعمل دي فورماسيون دي كور وحاجه، يعني حاجات كبيره برشا صارت. انت بيدك ما استعملتش الكفاءات نتاعنا. اي والله جبت من برا. اي لا ما هو جابوا من تأثير الكفاءات نتاعنا. شوف انا معك في المبدا، اي مانيش معك في حاجه باش نتفاعل معك. احنا كفاءات بارابور اكوا، كفاءات على شنو؟ كفاءات على مستوى محلي عنا، على مستوى اقليمي عنا. نحن نحكيو في كاس العالم، احنا نلزمنا كفاءة على قد المسؤولية. لا لازمك تجيب دي ريفيرون يفورميوك. ديسكور هذايا سمعناه وقت اللي خرج سامي ترابلسي وقلنا لازمتنا كفاءات تونسية تشد المنتخب، ولازمتنا كفاءات وصارت اجتماعات وكفاءات التونسيه. لا مش نحكي لك كيف ما فهمتنيش. مش نحكي لك كفاءات على مستوى التدريب، مانيش نفرض في ناخب وطني تونسي. انت تحكي على الفورماسيون والبري فورماسيون نفرض على بليزيور ديبارتمون كسوا في الانديه نتاعنا ولا حتى في الاتحاد التونسي. اليوم لازمنا نستفادوا من الناس اللي نجحت لبرا. حكيت برشا على الاوروبيين وكي نجحوا، اما نشوفوا زاد الكره الاسيويه والخليجيه نجحت برشا. احنا كنا سابقين في برشا حاجات، راهو في برشا حاجات كنا سابقين ما كملناش، ما نجحناش، ما تطورناش. لازم نفهموا علاش. فهمني هذا ايش نقصد. نفكركم بالسونداج اللي حطيناه شارك فيه حتى لتو 553 شخص. توقعاتكم لمباراة تونس وهولندا 76% يقولوا فوز هولندا، 17% متفائلين يقولوا فوز تونس، 7% تعادل. مروان في كلمة توقع متاعك الماتش؟ ماني قلت لك التوجه متاعي انا في اللي ترى ماتش حطيت تونس على تونس تربح هولندا. ديما تونس تربح. 17% ثابت في كلمة. ديما يسألني يقولوا تونس تربح. 17% اللي هم شنو؟ قالوا تونس تربح. تونس تربح والله ان شاء الله. علاش لا؟ انا متفائل. كرة قدم يعني النتيجة ماهيش علم صحيح، الأداء البريستاسيون اوكي علم صحيح، النتيجة عمرها ما كانت علم صحيح، وكل شيء جائز في كرة القدم. المنتخب الهولندي صعيب، عنده دي زوبجيكتيف اخرين بعد برشا علينا. توقع نتاعي ان شاء الله تعادل. توقعك؟ باش نعطيك التوقع فوز اللوجيك نتاع الكوره يقول فوز الفريق الهولندي. انا شنو نحب المنتخب يعمل حاجه على الاقل يرضي بها الناس اللي مشيت وتنقلت وتعبت ومشيت تتفرج غادي في تيران. وشفنا العرض اللي عملوه البارح في امريكا. على الاقل يفرحوا شويه الناس هذوكم اللي تعبوا وصرفوا فلوسهم، على الاقل الملاعبيه يكافئوهم. احنا المنتخب الافريقي الوحيد اللي متاكد من المغادره، البقيه كل يا ترشحوا يا عندهم شانس. دونك نتمنى انه الملاعبيه اليوم يعملوا رياكسيون اللي معناها نحكي لك في يمكن توصل حتى مش نقول لك معجزه باش كان تونس تربح هولندا بالظروف وبالاجواء اللي صايره توا. لكن علاش لا؟ ان شاء الله نعملوا ماتش باهي، ان شاء الله نعملوا ماتش باهي، ان شاء الله نشوفوا حاجه ما صارتش معنا في الدو ماتش الاخرانيين. مي راهو صعيب برشا قدام منتخب هولندي عنده دي زوبجيكتيف كبار، انه
يفوز بنتيجه بتخليش يواجه المنتخب المغربي المنتخب البرازيلي في الادوار القادمه. ثابت الترجي الرياضي التونسي البارح معناها اتفاق معناها قريب ياسر الاتفاق مع يوسف بشا. اللاعب هذا انت تشوفوا معناها الاتفاق مع اللاعب هذا تشوف انه الترجي يخمم اكثر للمستقبل ولا يخمم انه اللاعب هذا ينجم يكون حل للجهه اليسرى في الترجي او اليمنى خاطر يلعب فيهم زوز هو. اول حاجه لاعب عنده امكانيات كبيره، امكانيات طيبه، وانا تابعته حتى في وقت اللي كان مع ليكيب ناسيونال في الجونيور سيرتو، تفرج في المقابلات نتاعو وتوقعت ان يكون يعني لاعب عنده مستقبل كبير. اليوم صحوا ديجا مع الترجي دونك ولا مازال في طور نيغوسياسيون. مروان تعطينا معلومه بشكل والله ما عنديش المعلومه الحقيقه، اما حاسب وسائل الاعلام وصلوا الى اتفاق. اذا كان وصلوا للاتفاق ما عليه كان يخدم على روحه. في الترجي الذي تونسي بلايص ماهيش سهله بور لو مومون، يلزم ينتجري روحه بالكدا في الجروب، في امبيونس جديد عليه ويخدم على روحه باش يفك بلاصته. وانا حاسب رايي بور لو مومون il sera un bon remplaçant الى ان ياتي ما يخالف ذلك حتى ليثبت الامكانيات نتاعو مع الاطار الفني جديد، ومن بعد لكل حادث حديث. لحظه انا راجعين احنا لازم نحترم وقت البوب. بوب قصيره ونرجعوا.